نتنياهو وخامنئي سواء، بكل السخط واللعنات باء. ألا لا تحسبن الله يسهو عن الظلام أو منه اختباء. بنو صفيون طاعون الورى، هم بنو صهيون، هم ذاك الوباء. بأيديهم أذيقوا ما أذقنا بها، وبنو حرام أقرباء. لقد مكروا وللجبار مكر، فما اصطنعوه من زور هباء. وهل كانت فلسطين كيانا لإسرائيل أم هذا افتراء؟ وهل إيران إسلامية أم ترى الإسلام من فرس براء؟ أبادوا المسلمين وقيل عنهم مقاومة، فما هذا الهراء؟ أقاتلنا شهيد القدس، هذا لأرواح الملايين ازدراء. ستفضح بوقهم أطلال شام، وفي يمن بمن آوى العراء. فقد نهقت حمير الفرس فينا، وقد ذبحت لهم فينا جراء. فكبر من يدبر كل أمر، ألا من جنسه كان الجزاء. بنارهم المجوس بنار حقد قد احترقوا، وذاك لنا عزاء. فهم رفعوا شعار الموت فينا، وهم بالحقد والإرهاب جاءوا. وهم والله أولى من يهود بكل عداوة مهما أساءوا. فمن في الدين قاتلنا سواهم لنشرك كي يكون له الولاء. وهب أن الروافض في يديهم كأسلحة اليهود هو الفناء. وهبهم أشهر النووية أن لفرس من دم العرب ارتواء. هم الإرهاب والعدوان، ماذا سوى الموت الزؤان لهم دواء. أغزتنا بتل أبيب قصف، وفي طهران يا حلب شواء. على أشلائنا هتفوا عقودا، فأطربنا بإيران العواء. حرائق فارس برد تغشى صدور المؤمنين، لها شفاء. طغى شداد آفاق وظنوا بأن شذوذهم ذاك اصطفاء. وحين نرى صهاينة جذاذا ورافضة يحق لنا احتفاء. وليس موحدا ردء الملالي، وليس له إلى العرب انتماء. تكاد الأرض أن تنشق مما جنى الحوثي وتنفطر السماء. روافض صعدة اللقطاء عادوا، وأشباه الرجال بل الإماء. بقايا من قرامطة بغايا، فهم لدماء أمتنا ظماء. وأنجس نطفة من قم حوثي، وما في وجهه المطعون ماء. سنفرح وانتهى الحوثي، وموتوا بغيظ وليعم هنا النماء. ناصر العشاري، يمني الحر.